فايه اكتر غلطة بتعمليها بعد الخلاف؟ انك بتحاولي تصلحي بسرعة، بتجري عليه وتشرحي وتبرري وتفضلي تبعتي في رسايل تقوليله طب ما تزعلش، طب اسمعني بس، انت فاكرة ان ده اسمه حب؟ هو بيشوفوا ان ده ضغط. هو في اللحظة دي مش مستعد يسمع، مش عايز يحس انك بتهاجميه بالكلام. هو كل اللي محتاجه مساحة، وده اللي انت مش بتديهاله. اوقات كتير الراجل لما بيتخانق مش بيبعد عشان هو مش بيحبك، بيبعد عشان محتاج يرتب افكاره. بس لما تفضلي وراه وتحسسيه انك مش سايباله فرصة يتنفس، ساعتها بدل ما يهدى هيتعصب اكتر. واكتر حاجة بتوجع ان تكوني نيتك الصلح بس النتيجة انك بتخليه يحس ان وجودك عبء عليه. اللي المفروض تعمليه مش انك تبعدي وتلعبي لعبة التجاهل، ولا انك تبقي جامدة وتتمنعي، لكن ببساطة خدي خطوة لورا وارجعي لنفسك. اسألي نفسك أنا زعلت ليه؟ هو زعل ليه؟ الخلاف ده يستاهل إني أخسر نفسي عشانه؟ لما تهدي وتستعيدي هدوءك هتعرفي تتكلمي من غير انفعال، هتعرفي توصليله إنك مش ضده، انت معاه، بس بتدافعي عن نفسك بطريقة صح. الصلح الحقيقي مش في إنك أول واحدة تبدري، الصلح الحقيقي في إنك تعرفي إمتى وإزاي تبدري. فالمرة الجاية لما يحصل خلاف ما تعمليش الغلطة دي، ما تجريش على التليفون وتكتبي 20 رسالة. خدي وقتك وافتكري ان المسافة الصغيرة دي ممكن تنقذ العلاقة كلها. لان اوقات كتير اللي بيخلينا نخسر العلاقة مش الخلاف نفسه، لكن طريقتنا في التعامل بعده.